السلام عليكم، اهلا بكم ابطال الثانويه العامه ان شاء الله دكاتره ومهندسين المستقبل. في بعض منكم اشتكى لي من ماده العربي والانجليش بالتحديد، فانا هعمل لكم الفيديو ده ابسط لكم وافهمكم المواد دي واقول لكم الخلاصه في المواد دي عامه، واقول لكم الامتحان في المواد دي عامل ازاي. فلو انت مهتم وعايز تعرف ولو المواد دي عامله لك توتر وعامله لك قلق كده، فانا هقول لك الامتحان بتاعهم جاي عامل ازاي وازاي تتعامل معاهم باحسن طريقه علشان تحل باحسن اداء وتعمل احسن مستوى ان شاء الله في الامتحانات، وان شاء الله تحققوا حلمكم. فكان معايا فيديو لو انت عايز تعرف ازاي تتعامل مع ماده العربي وازاي تتعامل مع ماده الانجليش. مبدئيا كده المواد دي معتمده اكتر على مهاره الطالب، يعني عشان ما اضحكش عليك، المواد دي بتبقى معتمده على انت عامل ايه في العربي عامه قبل كده وعامل ايه عامه في الانجليش قبل كده. يعني دي مش مواد مذاكره ليله الامتحان، هي بتبقى معتمده اكتر على مدى فهمك ومدى حبك للعربي والانجليش. تمام. ماده العربي يعتبر الحاجه اللي انت بتذاكرها بس فيها كده هي جزئيه النحو، والانجليش هي جزئيه الجرامر. دول هما اللي فيهم شويه حفظ ومذاكره، لكن باقي الحاجات معتمده على مهارتك. انت دلوقتي حسيت ان انت عندك مشكله، لا انت ازاي بقى تطور مهارتك دي في العربي تحديدا؟ هتطور مهارتك دي بالحل الكتير والتعرض لقطع قراءة كتير، وبالتعرض لقطع بلاغة كتير، وتقعد تحل نصوص كتير وقراءة كتير. فهو ده اللي هيطور مهارتك وهيطور موهبتك في العربي. انا ما بتكلمش ان انت تبقى عندك موهبة، لا، هو تبقى عندك حب وعندك ثقافة كبيرة كده. انت العربي عندك مفيش مثلا جزئيه معينه كده هتحفظها او تذاكرها يبقى انت كده تمام في ماده العربي تدخل تحل الامتحان. هم 80 درجه، يعتبر اللي بيبقى متحكم بيه من المنهج بتاعك بس هو النحو اللي انت بتبقى عارف هو جاي منين، لكن باقي الامتحان معتمد بقى على ثقافه الطالب، ثقافته في اللغه العربيه. بيجيب لك قطعه قراءه انت مش عارف هي جايه منين، ومطلوب منك تطلع مثلا مرادفات فيها، تطلع بقى الحاجات اللي هو عايزين منك فيها. فانت الحاجه دي انت هتجاوب عليها ازاي من حلك الكتير وتعرضك بقى لاسئله كتير. فانت المطلوب منك الفتره دي انك تمسك مثلا مراجعه نهائيه معينه، مراجعه مثلا وليكن الامتحان. انا تقريبا كان معايا الامتحان وكان معايا مراجعه كمان مش فاكرها، ممكن لو افتكرتها اكتبها لكم في الكومنتس تحت. خلصتهم كلهم، فكنت داخل الامتحان كان عندي خلفيه عن كل سؤال هو قايله، مش داخل مصدوم. كان في اسئله فعلا كانت بتواجهني جديده في ورقه في المراجعه النهائيه. الاسئله دي انا لو كنت ما شفتهاش في المراجعه النهائيه ودخلت شفتها في الامتحان انا ما كنتش عارف اجاوب عليها، مع ان قبل كده انا ما كنتش عارف اجابه الاسئله دي. فاللي خلاني اجاوب عليها في الامتحان هو ان انا كنت عارف اجابتها قبل كده وشفتها قبل كده. فانت لازم تخلص مراجعه نهائيه. ما يهمنيش انت خلصت قد ايه، يعني ما يهمنيش انت خلصت كام كتاب، اهم حاجه تخلص كتاب كامل. يعني عايزك مراجعه نهائيه كده تخلصها من اولها لاخرها، تدخل كل ماده انت مخلص كتاب معين، مخلصه، مش مثلا حل نص كتاب الامتحان ورايح مثلا على كتاب تاني، كتاب مثلا الوافي او حاجه زي كده انت مخلص نصه. لا، ده انت كده ما لميتش كل الافكار. هو كل كتاب بيبقى فيه افكار كامله، انت تخلص كتاب كامل بيبقى لم ان شاء الله كل الافكار. هتدخل الامتحان ان شاء الله ربنا هيكرمك وتحل بمستوى كويس. ده كده ماده العربي. نيجي بقى في ماده الانجليش، هي زي العربي بالظبط، زي ما بقول لك كده جزئيه الجرامر هي اللي جايه من المنهج بتاعك، وده اللي انت عارف انه جاي من المنهج بتاعك. عندك بقى تاني حاجه اللي كان في الانجليش عندي، الامتحان ما كانش صعب خالص. الامتحان كان يعني الراجل كان ذكي شويه، كان ذكي وبيحور كتير. فعايز طالب مركز في الامتحان، عايز طالب مصحصح. في اكتر من سؤال وقعني على فكره في الانجليش، وكانت اسئله سهله، وكانت اسئله انا بشوفها طول السنه. فعشان بشوفها طول السنه كنت فاكر انها بالاجابه بتاعت طول السنه، بس كان لعب تقريبا في حرف جر ان تقريبا كانت بدل اون، فكانت اجابه مختلفه. فعايزك تركز في الحته دي، عايزك تركز اكتر على الكلمات اللي هي المتشابهه. يعني تقريبا بيبقى في انا ناسي بالظبط كان ايه، بس مثلا بيبقى في كلمه وراها حرف جر معين، وفي كلمه وراها حرف جر تاني بتبقى بمعنى تاني. فعايزك تركز على الجمل دي، عايزك تركز على الحتت دي اكتر. مع الجرامر طبعا تبقى مذاكره. الجرامر لو انت مذاكره مذاكره كويسه ما تقلقش منه خالص، هتحل الاسئله بطريقه مباشره جدا. عايزك تحل قطع قراءه كتير علشان هتجيلك قطع قراءه معتمده على شطارتك بقى في الانجليش بشكل عام، شطارتك في الكلمات بشكل عام، شطارتك في الترجمه وفهم الانجليش بشكل عام. وهتيجي الاسئله منها هيعتبرك فاهم القطعه 100%، يعني هيعتبرك فاهم القطعه، وممكن يسالك فيها اسئله. ممكن اصلا لو القطعه دي جالك بالعربي وسالك تحت سؤال بالعربي ممكن تقعد تفكر في السؤال، انت فاهم؟ يعني بقى معتمد انك فاهم القطعه 100%. دي بقى برضه زي ما قلت لك في العربي تبقى حالل قطع كتير وتبقى محلل امتحانات كتير وتجيب مراجعه نهائيه تخلصها كلها مع اي مستر انت معاه. تخلص مراجعه نهائيه في الانجليش كلها، يبقى كده العربي والانجليش حلهم تحل كتير، تخلص كتاب كامل مراجعه من كل ماده.
الجرامر والنحو ما تقلقش منهم خالص، ما تقلقش خالص. اهم حاجه تطور ثقافتك وتطور مهاراتك في حل باقي الامتحان، يعني حل مثلا القطعه، حل الجرامر، حل قصد الترجمه، وفي العربي حل النصوص وحل القراءه، وحل مثلا لو جالك نثر او جالك رساله او كده، تبقى عندك مهارات. والمهارات دي قلت لك انت هتجيبها من الحل الكتير، مش تبقى مولوده عندك، ما تقلقش. الحل الكتير والتعرض الكتير هيخلي الاسئله دي بسيطه عليك في ان شاء الله في الامتحان. وما تقلقوش خالص، امتحانات بتيجي سهله، امتحانات بتيجي بسيطه، ما تصعبوش الدنيا عليكم. ثانويه عامه مش بعبع ولا اي حاجه، ثانويه عامه دي ستيب ان شاء الله للطب والهندسه، ان شاء الله انتوا اللي هتوصلوا لهم. خليكم واثق انك ان شاء الله هتطلع الاول في الثانويه العامه. انت عملت مجهود كبير، بس اوعى تاثر في الفتره دي. الفتره دي هي فتره الفينش بتاعك بقى، انت هتفنش ولا لا؟ كانك في ملعب كره القدم، عملت شوط كبير في ارض الملعب، جيت قدام على خط المرمى، هتشوط ولا لا؟ لو شوط هتيجي جول، ما شوطش خلاص انت ضيعت مجهودك. فاتمنى لكم التوفيق، ولو احتجتوا مني اي حاجه انا مش هتاخر عليكم. الفتره دي فتره مهمه ليكم، وعايز حد يدخلك كده بثقه، وانا ان شاء الله هبقى معاك الفتره اللي جايه. لو احتجتوا مني اسئله مش هتاخر عليكم، بحبكم جدا، ان شاء الله تحققوا حلمكم. السلام عليكم.